شوط جميل جدا جدا من الزمالك، اعتقد يليق حتى بالجمهور اللي تكبد عناء السفر فيه. مش كل الناس جايه من الطائف، في ناس جايين من جده، في ناس جايين من محافظات اخرى. شوط حتى الان الاول ممتاز جدا. الزمالك بدا من غير كوره، احنا كنا محتارين شويه هيلعب ازاي. هو من غير كوره 4 2 3 1 عادي، فتوح يسار وحمزه المسلوسي يمين وقلبين دفاع واثنين في وسط الملعب وزيزو وشيكا ونداي وسيف الجزيري. لكن وهو معاه الكوره بتبقى 3 2 2 3. فتوح بيبقى في عمق الملعب، ودي الحاله اللي تقريبا شفناها معظم الجيم، لان معظم الجيم كان الزمالك هو اللي مع الكوره. حمزه المسلوسي بيدخل وكانه مدافع ثالث، بيبقى امامه دونجا وفتوح، بيبقى امامهم زيزو وعمر جابر، شيكا ونداي وسيف الجزيري. بعد 20 دقيقه اعتقد شيكا كان معزول نوعا ما ناحيه اليمين، كان هو اللي فاتح عرض الملعب، ما كانش لاقي نفسه اكتر في الجيم. اعتقد ان مع الوقت لما شيكا بدا ياخد حريه انه يدخل عمق الملعب اكتر، وزيزو بدا يخرج بره اكتر، شيكا بدا يلاقي نفسه اكتر جوه. لان شيكا حاليا ممكن يستلم الكره على طرف الملعب ويدخل بيها لجوه، لكن يفتح عرض الملعب هو مش افضل حالاته النهارده. ابراهيم نداي قدم شوط برده جيد في فتح عرض الملعب ناحيه اليسار، ولعب في اخر شوط ناحيه اليمين، والهدف جميل والله. الفيرست تاتش بتاعت سيف الجزيري احيانا بتبقى سيئه جدا وهو بيستلم استلامات سهله، لكن على المرمى وللمفارقه خرافيه. الفيرست تاتش دي بالذات صعبه جدا صح. جدا جدا. بس هي الفيرست تاتش بتاعت سيف عموما وهو بيلعب على المرمى افضل بكتير من الفيرست تاتش وهو بيستلم. بتبقى اعتقد غريبه، لكن هو طبعا احد اللاعبين بالتاكيد المؤثرين. والجول الثاني رجل الساعه وكل ساعه زيزو زي ما اتكلمنا قبل الاستوديو، من تمريره جيده جدا من شيكابالا لما كان شيكابالا في عمق الملعب مش معزول على الطرف الايمن. طيب